ايوه ايوه. ابن حضرتك بيقول شعري وحش، انا شعري وحش. تعالي بس يا حبيبتي تعالي. اقفلي الباب يا فاطمه. ايه يا ماما ايه اللي حصل؟ ابن حضرتك بيقول شعري وحش. ابني بيقول لك شعرك وحش؟ حقك عليا ما تزعليش. مين قال شعرك وحش؟ شعرك حلو قوي. زعلانة قوي يا طنط. لا ما تزعليش يا قلبي، ده انت حقك عليا، ده انت شعرك جميل قوي. مش حقك عليا يا روحي، ده انت قمر. انا كنت بصور. خلاص ثواني بس اجيب التليفون. انا هعمل لك دلوقتي مفاجاه كبيره قوي. هكلم لك المنقذ. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا شيف ساره سمير. بجد ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي. بصي بقى يا ايمي، دلوقتي طنط منى قالت لي ان انت عملتي شعر ولاد كريمه وما شاء الله ما شاء الله. ممكن بقى تجيلي تعملي لي شعر حبيبه قلبي؟ حاضر ماشي، بعتيلي اللوكيشن وانا ان شاء الله اكون عندك في خلال ساعه كده. هستناكي. هعمل ايه؟ هنروح عند ماما وتقولي لها انا عند شيف ساره، هقعد معاها شويه اوكي؟ عشان مامتك ما تقلقش عليكي. تمام؟ هتبوسي. باي. هو ده اللي بيجي من العيال. هقول ايه بس يا رب؟ هاخد كوبايه الشاي مش هاكل حاجه، سدوا نفسي. اهلا اهلا وسهلا. فين بقى البنوته؟ ايه المواعيد الحلوه دي؟ انا كنت جنبك بقول لك هنا. حبيبتي اهلا وسهلا. جميله اهو، كيرلي. البنت شعرها كيرلي وحلو اصلا وناعم. يعني في ناس اصلا بتبقى عايزه الشعر ده، بس بصي مكشره ازاي؟ بس هي مش عاجبها علشان الصحه والكلام ده. بس امهات كتير قوي بتجيلي عشان خاطر الشعر ده، عشان هايش. الكيرلي ده محتاج عنايه خاصه لو هي محتاجه ان هو تعمله كيرلي، انما هي دلوقتي احنا عايزينه يتفرد ويبقى قمر. هنعمل ايه؟ هنحط امبولات تغذيه، علاج، ترميم، ترطيب. ده كافيار، كافيار تاني، على فيلر، على بوتكس، على ده عشان خاطر التساقط 15 بخه. هنحط برده كام نقطه زيت. الخلطه دي كلها هعملها على بعضها علشان هنحطها في الاخر على شعرها. تمام؟ هنحط نص بس عشان شعرها مش افريقي. بس بعد كده هنحط الزيوت. قبل بقى ما نحط الزيوت ولا زيت الجرجير ده، انا بنعصر الزيوت دي عند اخويا في شرم الشيخ في المعصره بتاعتنا. انا بروح بطلع منها لايفات كتير قوي وبعصر كل حاجه بايدي. الزيوت كلها طبيعيه، معايا السمسم، جرجير، خروع، الروزماري، كل حاجه. زيت الجرجير ده انا في كل فيديو بشربه جدا، مفيد قوي. ما شاء الله. هنحط سنه 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 سنه. كل شعر وليه الخامات بتاعته. دي هتحط لها زي البنت دي، زي البنت دي، زي البنت دي. لا، الكيرلي حاجه، الافريقي حاجه، القطني حاجه، الناشف حاجه، المتقطع حاجه. وهنشوف النتيجه في الاخر. هنقلب الحاجات دي ونحط. دلوقتي احنا حطينا الخلطه اللي احنا عملناها كلها، وبعد كده حطينا 3/4 الشعر، ودلوقتي بنحط بقيه الشعر. هنقعد الشعر ساعه. بعد الساعه هنشطف، وهوريكم واحنا بنشطف. هنشطف الشعر حلو جدا من الماده، وبعد كده هنكبس ونشوف النتيجه. بفضل اعمل كده علشان خاطر الزيوت تخش جوه الشعرايه. اي حد بيقول ان الزيوت ما تنفعش مع الفرد، انا بحبها مع الفرد. هيبقى كده بالظبط. مبدئيا كده ابني اللي دفع تمن الجلسه دي من حصلته. محدش يقول لي يا ساره ده ما كملش 8 سنين. لا يا جماعه، لازم يعرف من صغره ان ما ينفعش يتنمر على اي حد. اللي ما نرضاهوش على بناتنا وولادنا ما نرضاهوش على بنات وولاد الناس. وعلى فكره الفيديو ده متصور من اكتر من شهرين، بس انا ما رضيتش انزله غير لما اشوف شعر البنت بعد كده عمل ايه. ما شاء الله دلوقتي زي الفل وكانه لسه معمول. بشكر من كل قلبي طنط منى الجنزي انها قالت لي على ايمان، عرفتني عليها وقالت لي انها بنت هايله وشغلها هايل، وفعلا شغلها اكتر من هايل. الماتيريال كلها طبيعي مستورده تجنن. وزي ما شفتوا بعد ما كبست الشعر اخدتها تحت الحوض. هنا انا اتخضيت. وعلى فكره ان شاء الله انا هعمل معاها انا شخصيا. بصوا يا بنات ما شاء الله بتستخدم ماتيريال حلوه قوي، وعملت خلطه كمان على الحوض. بقيت انا هتجنن اصلا بصراحه اول مره اشوف الحاجات دي. يعني بعد ما كبست الشعره اخدتها على الحوض وغسلتها كويس جدا. طب انت هتعملي ايه بعد كده؟ نشفت بقى. ولما نشفت انا اتصدمت من الجمال. هتشوفوا دلوقتي. وعلشان تبقوا عارفين ده اسمه حمام علاجي، عباره عن كافيار وامبولات علاج ومجموعه زيوت طبيعيه. لان البنت فتله شعرها كانت حلوه بس متبهدله ومهموله ومقصف وناشف جدا. بصوا يا بنات هنا بقى ما شاء الله بتنشفه، ما حطيتش عليه المكوى تاني. حرير يا بنات. لو شفتوا البنت وهي مبسوطه وفرحانه وبتبص لنفسها في المرايه، كل ده كوم، ومنظر البنت وهي مبسوطه بنفسها كوم تاني خالص. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا يا جماعه بقى عامل ازاي. تسلم ايدك بجد، تسلم ايدك. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله حرفيا بقى حرير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
اللهم بارك. قولوا بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الله اكبر. مبسوطه؟ اول ما قامت اول كلمه قالتها لي ممكن ابص في المرايه يا طنط، قلت لها طبعا يا قلب طنط. بصوا فرحتها دي عندي بالدنيا وما فيها بقى. وهو كان لازم يزعل على الفلوس اللي اخدناها بالحصاله لانه كان ناوي يعمل بيها حاجه. كان لازم يزعل ويتعاقب عشان ما يعملش تاني كده ابدا. معايا ولا ايه؟ رايك في الحلاوه يا كوكو؟ مبسوطه؟ محدش بعد كده هيقول لك شعرك فيه حاجه. ايه رايك؟ جميل. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ادي بوسه لنفسك يلا. هاتي حضرتك بوسه. تعالي يا روحي. لا بصي الله ايمان بقى. باخد خافيار، امبولات علاج، زيوت طبيعيه، كل شعر له الماده بتاعته للخامه بتاعته. بس ده كان عايز حاجه علاجيه مع حاجه فرد عشان هي كانت نفسها يتفرد عشان هي زعلانه. ومن كل قلبي بشكر ايمان على الشغل الرائع ده بجد، ما شاء الله ولا قوه الا بالله عليها. عامله شغل ما يطلعش من اكبر صالون. ومن قلبي لو عايزين تعملوا اي حاجه في شعركم عليكم وعلى ايمان. بحبكم جدا جدا في الله. استودعكم الله. مع الف سلامه.